السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل الفسيخ. شايفين بقى جمال الفسيخ؟ ايه رأيكم بقى في الفسيخ الجميل ده؟ الحقي بقى ملحي وهو رخيص كده، الكيلو ب100 جنيه و110. الحقي بقى تشيلي 5 كيلو 3 كيلو، ملحيهم كده قبل رمضان وبعد رمضان في العيد. هنملحوه في خلال 15 يوم هتاكليه في منتهى الجمال. شايفين بقى زبده ازاي؟ يلا بقى بينا على الطريقه. بسم الله. انا جبت كيسين ملح. الملح ده مخصص للتمليح الفسيخ او السردين. بجيب كيسين واحطهم في بوله كده. الملح ده حلو جدا لتمليح الفسيخ والسردين. كويسين كيسين على 5 كيلو. واجيب بقى كوبايه شطه حراقه جدا وكركم نص كوبايه، وبقلب المكونات دي كده مع بعض لحد ما يندمجوا مع بعض كده. بعد بقى ما قلبت الملح والكركم والشطه، بجيب علبه مخصصه دي للفسيخ بحط فيها. بجيب كيسه، هلبس الكيسه كده في العلبه. بجيب بقى 5 كيلو فسيخ، بسيبهم كده بره شويه ينشفوا من الميه، ما بغسلوش، انا بسيبه زي ما هو كده. عايزه تملحي 3 كيلو او 2 كيلو اعمليه بنفس الطريقه. هرش بقى رشه كده في ارضيه العلبه تحت الفسيخ بالشكل ده. واجيب بقى السمك البوري الجميل ده، وامسك بقى السمكيه كده، وعند النغشيش كده اكبسها من الخلطه اللي انا عاملاها دي. اكبسها كويس جدا. راس السمكه دي لازم تتكبس كويس جدا بالخلطه اللي انا عاملاها. بتفسها كده، بكبسها جامد، الملح والشطه والكركم. اما تملحي الفسيخ في البيت اوفر كتير وانضف من المحلات. وبدبل كده السمكيه بالخلطه دي، وارصها كده بالشكل ده كده في العلبه. بكرر واحده كمان. بجيب برضو النغشيش كده، راس السمكه بحشيها وبكبسها كويس جدا النغشيش بتاعت السمكه، وادفس كده بايدي واضغط عليها وادبلها بالملح كده بالشكل ده كده، وارصص برضو في العلبه بالشكل ده، واحده عكس واحده، ما بحطش الاتنين جنب بعض، واحده عكس واحده. بكرر واحده كمان، بكبس كده بايدي الملح والشطه والكركم في نغشيش السمكه بالشكل كده حبايبي. وبدبل برضو السمكه كده بالتتبيله دي كده، وبضغط بايدي كده عشان اشربه كويس جدا من الخلطه دي، واحده عكس واحده، ما بخليش الرصه جنب بعض. وباخد رشه ملح وبرشها كده برضو فوق السمك. هكرر بقى احشي السمك كده من نغشيش، واخلص الكميه بقى كلها كده بنفس الطريقه، واكبس واضغط وادبل كده، وارص برضو في العلبه كده. بقى حبايبي ملحت السمك كله 5 كيلو كده، حطيتهم في العلبه ورصيتهم بنفس الشكل ده. هجيب بقى الكميه بتاعت الملح والشطه والكركم وارشها كده فوق السمك، واغطيه كده بالتتبيله دي كده. بقى بقفل الكيسه كويس جدا واطلع منها الهواء عشان هينزل بقى الميه بتاعته كده. بطلع الهواء كله كده من الفسيخ، وبربطها كويس جدا وبطلع منها وبضغط عليه كده، بطلع الهواء منه عشان ميبقاش فيه هواء. بقفلها كويس جدا عشان انتوا عارفين الفسيخ لازم يتكتم كويس جدا من الهواء. وكده بضغط بقى كده خلاص. بقفل العلبه كويس جدا، لازم تكون علبه محكمه. بجيب بقى الاسترتش بتاع اللزق ده، وبقفلها كويس جدا عشان ما يطولهاش هوا. لازم الفسيخ يتقفل كويس جدا عشان ما يبص ويتملح كويس. وبلف كده الاسترتش كده على العلبه كلها، وبقفله بالكيسه كده. شايفين بالشكل ده كده حبايبي. ممكن الفه بكيسه تانية ما ادخلش بقى فيه الهوا. بعد 15 يوم جبت العلبه وفتحتها وهقطع الكيسه. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الميه اللي نزلت منه؟ شايفين بقى الفسيخ وجماله؟ ايه رايكم بقى في الفسيخ الجميل ده؟ اتمنى من حضراتكم تجربوه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه متاكده ان هو هيعجبكم ان شاء الله. تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. شايفين بقى الفسيخ والزبده ازاي استوى اهو، ولونه احمر جميل مستوي وطعمه جميل جدا. اتمنى تجربوه بنفس الطريقه. ولو حضراتكم استفدتم من الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو، واتمنى الاشتراك في القناه. ودي قناتي مطبخ سومه واسهل الاكلات. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. ويا ريت يا حبايبي تشاهدوا الفيديو للاخر عشان تستفادوا منه وتعملوه بنفس الخطوات. شايفين بقى جمال الفسيخ؟ عاملينه في البيت بنظافه. اقطعي بقى ليمون كده وخيار وطماطم وفلفل وبصل اللي انت حباه، وقدميه كده بالشكل ده كده حبايبي في منتهى الجمال. وده بقى الشكل النهائي للفسيخ، وبألف هنا عليكم يا حبايبي.